بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. جاني سؤال: بتحطي فين الحاجات الخاصة بالاشغال اليدوية بتاعتك وادوات الخياطة والحاجات دي كلها؟ ايه المكان اللي انتي بتحطي فيه حاجتك دي، وبتنظميها كمان ازاي، خاصة لو هي حاجات كتير؟ ده سؤال كان جالي من دكتورة سهام. طيب تعالوا الاول نشوف هننظف ازاي المكان، وهوريكوا انا بنظم ازاي كل الادوات الخاصة بالخياطة واشغال يدوية كل حاجة. ده المكان اللي انا اخترته الحقيقة، وهو مكان هنا جنب الدولاب الركن ده. دي كانت ترابيزة للكمبيوتر زمان، الكمبيوتر اللي هو الجهاز نفسه كامل، فانا استغلتها لانه دلوقتي الكمبيوتر مش موجود وكله بيستخدم اللابتوب، فانا استغليت الترابيزة دي. هشيل الاول كل حاجة. على فكرة التنظيف اللي انا هعمله معاكم دلوقتي ده تنظيف بيتعمل كل شهر للمكان ده، انه احرك كل حاجة وانضف المكان. لكن كل اسبوع مع تنظيف الاوضة بتتلمع بس تلميع خارجي. بداية المفروض نفكر نركز كده في المكان اللي احنا عايزين نحط فيه الحاجات اللي احنا بنستخدمها. ايا كانت الحاجات اللي انتي بتستخدميها، يعني ادوات خياطة، تريكو، كروشيه زي ما مدام سهام قالت لي. انا عارفة ان هي ما شاء الله عليها في شغل الكروشيه جميل. بعد ما بختار المكان المناسب اللي انا عايزة استغله، بناء كمان على القطعة اللي انا هحددها ان انا استخدمها، ممكن ما يكونش ترابيزة زي دي مثلا مش متواجدة. التربو بيحل المحل الحاجات دي، والتربوهات دلوقتي بقت فيها اشكال كتير، في حاجات بتتفتح بادراج وفي ظرف، حاجات كتير كده، فممكن تستغلوا كمان التربو جميل قوي في التنظيم. ممكن انتوا تعملوا عند نجار وحدة معينة بالشكل اللي انتوا عايزينه، على حسب الحاجات اللي انتوا بتستخدموها في الاشغال اليدوية، اذا كان في ماكينة خياطة، اذا كان في حاجات تانية مناسبة يعني للحاجات دي. كده انتي اخترتي المكان واخترتي كمان اسلوب التنظيم. انا هوريكم دلوقتي انا منظمة ازاي الادوات بتاعتي، وزي ما شفتوا يمكن هي البوكسات اللي انتوا شفتوها دي كل شهر بحركها، بما انها كمان سهلة في الحركة لان ليها عجل الترابيزة، فانا بنظف المكان كويس. وبما ان المكان ده هنا عندي فيه هنا الخشب اللي انتوا شايفينه ده، فلازم يتنظف كويس، والمكان كمان اللي حواليه. بعد ما بحرك زي ما قلت لكم الترابيزة علشان اعرف انظف المكان تحت كويس قوي، وبملمع الخشب بقى، بما ان المكان ده خشب بلمعه. لو هو حائط عادي ما فيش مشكلة بقى، هو احنا كده كده بنمشي على الحوائط زي ما كنتوا شفتوني قبل كده في فيديوهاتي. اي قماش قديم عندك او حاجة من الملمعات اللي نازلة جديدة اللي فيها القطعة المايكرو فايبر اللي هي بتتفك وتتركب فيها، دي بتخلي الحوائط زي الفل، بس من غير اي حاجة، هي ناشفة بس كده. بتشيلي بقى التراب اللي على الحوائط، العناكب، الحاجات دي كلها، ويتلمع. عايزة تلمعي بقى بحاجة تانية مفيش مشكلة، بس انا بفضل الحوائط كده. ونأكد بس على الاماكن اللي بتتسخ، من اماكن بتيجي فيها ايدينا، الاطفال مثلا بيسندوا عليها في اوضتهم مثلا. انتي بتبقي عارفة بقى الاماكن اللي بتبقى قبل الاتساخ بشكل سريع يعني. المهم ان المكان كله بنضفه من التراب، وده المتبع في الغرفة كلها لما بتتنضف تنظيف شهري على فكرة. خلاص كده نضفت المكان، هبدأ بقى اشتغل على الحاجات اللي كانت موجودة اساسا في المكان. لمعت طبعا المكان هنا بالملمعة دي. اي منظف بقى، هي اساسا بتتنضف مع الأوضة، يعني هو اساسا تنظيف بيبقى مع التنظيف الشهري للأوضة لما بنحرك بس كده، لكن انا مش كل اسبوع بعمل كده. الكرتونة بتاعت ماكينة الخياطة بتاعتي انا ليه سايباها؟ علشان لما بتنقل لمكان تاني مثلا، دي بتساعدني كتير انها تحافظ عليها، لانها بالفلين اللي جواها اللي بيحافظ على الجهاز، فانا شايلاها لاني ببقى محتاجاها اوقات. لكن لو انتي مش محتاجاها خلاص ملهاش لازمة يعني. هنضف بقى الترابيزة نفسها او الوحدة اللي انتي بتحطي فيها، ايا كانت بقى. لو تربو بلاستيك افضل تغسليه غسل، هيبقى اسهل كتير طبعا. خرجي كل المحتويات واغسليه غسل.
لكن هنا الترابيزه بما انها الخشب ده اللي هو النوع ده، يعني انا مش عارفه هو اسمه ايه بصراحه. فانا رشيت من ملمع الخشب وبلمعها كلها بقى. بصوا السطح بتاعها والجزء اللي بيكون تحت من الرف. الارفف دي بتساعدني وانا بشتغل وانا قاعده على المكنه. وفي درج كمان كده زي الرف كده بشكل درج، برضو بيساعدني انه احط حاجات واعملها عليها. ف هي ظريفة في كده، يعني انا استغلتها في ان هي ساعدتني ان انا وانا بشتغل كل حاجة حواليا. كمان المنظمات اللي بنحط فيها بتساعد اكتر انك تقدري تستغلي فعلا المكان، وتقدري تنظمي الحاجات اللي انتي بتستخدميها وانتي بتشتغلي، ايا كان بقى شغل الهاند ميد اللي انتي بتعمليه او الاشغال اليدويه اللي انتي بتشتغليها. بصوا بقت نظيفه ازاي، والفوطه هي اللي بقت عامله ازاي. على فكره التراب اليومين دول صعب قوي 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 قوي، لان في هوا شويه، فالهوا بيعمل تراب رهيب في البيت. كان جالي سؤال، انتي عملتي ده الدرج اللي بقولكوا عليه، الرف اللي في شكل درج، احلال وتبديل لكل علب تبروير عندك في البيت. انا عملت كده فعلا، ولما عملت كده اخدت بقى العلب اللي كانت موجودة عندي اللي انتوا شفتوها دلوقتي، اللي انا منظمة فيها ادوات الخياطة، هي اللي استخدمتها في تنظيم ادوات الخياطة. هبقى اكلمكم ان شاء الله عن موضوع الاحلال والتبديل الخاص بعلب تبروير وعملت كده ازاي. رجعت بقى بعد المكان ما نشف، رجعت الترابيزه مكانها، وبعد ما الترابيزه كلها اتنضفت، مش بس الارفف، حتى الجزء اللي تحت ده كمان، والاعمده اللي موجوده في الترابيزه، يعني كل حاجه في الترابيزه تتلمع. دي العلب اللي انا بستخدمها في تنظيم الادوات بتاعتي، ادوات الخياطه والحاجات اللي بستخدمها هاند ميد، كل حاجه، او حاجات في الاصلاح للحاجات الملابس، كل حاجه، زراير ودانتيل وكل حاجه كل حاجه كل حاجه يعني، واساتك وكل حاجه. العلب دي جميله، الميزه فيها انها بلاستيك. لما بفرز الحاجات اللي موجوده فيها كل فتره باخدها وبغسلها وانشفها كويس واسيبها تنشف، وارجع احط فيها حاجتي تاني، خاصه لو انا جايبه حاجات جديده. والبوكس ده كان بوكس انا اشتريته علشان احط فيه الاقمشه نفسها اللي هي احجامها كبيره شويه. علبه زي دي مثلا هتقع دلوقتي. العلبة دي برضو ممكن، الحاجات اللي زي دي ممكن تستغلوها، مش لازم تشتروا حاجة مخصوص. يعني لو عندكم حاجات مناسبة، كنا زمان امهاتنا كان عندها العلب اللي هي علب البسكوت وعلب الحاجات دي كلها، ممكن تستغلوا كل ده عادي يعني. المنظمات دي من الحاجات الظريفة جدا جدا، سهلة بقى في الاستخدام. جنبي هنا على الترابيزة فيها الحاجات الصغيرة اللي زي دي، مقصات وإبر وبكر خياطة والمازورة، عارفين الحاجات الصغيرة دي كلها. فالحاجات دي ممكن تلملك بكر الخياطة، والحاجات دي تبقى سهلة بقى، وممكن تستخدموا كذا واحد مع بعض. فدي كمان ممكن تستغلوها، مش لازم برضو علب يعني، بس أنا كانت موجودة عندي فحبيت استغلها في الأمر ده يعني. بما انه في ماكينة خياطة فبرضه هي كمان بتتنضف، بس انا بنضفها كان جالي سؤال، انتي بتستخدمي منتجات لايكواي؟ دي فوت كانت بعتتها لي مدام ولاء، هبقى اسيب لكم ان شاء الله الجروب بتاعها في صندوق الوصف، جروب على الفيسبوك. حلوة جدا طبعا اكيد، وخاصة جوانتي التراب ده رهيب رهيب رهيب، انتي بتلبسيه في ايدك كده ولفي بقى على البيت كله في ثواني، ما بيخليش اي تراب. فانا بحب انضف بيه الاجهزه والحاجات دي، لانها بتبقى محتاجه معامله بشياكه كده يعني، فانا بحب انضفها بيه. سهل بقى، بصوا امسك السلك كده وانا ماسكاه في ايدي بقى ينضف، ما بيأثرش على ايدك خالص، ملوش اي علاقه بايدك يعني. أه بمشي بقى السلك كله والدواسه بتاعتها، وهي نفسها جسم الماكينه نفسه، وهي بيجي معاها الكفر ده ووتر بروف هو، فبيحافظ عليها وبيحميها اكتر كمان يعني. بس وبرجع بقى كل حاجة في مكانها بعد ما نضفت، خلاص بقى كل حاجة كده ترجع في مكانها. بس حبيت افيدكم بالموضوع ده، وافيد مدام سهام طبعا. لو بتفكروا تعملوا ركن زي ده، لو بتفكري ازاي تنظميه، افكار تنظيم
تستغلي حاجات كانت موجودة عندك او تشتري حاجات على ذوقك انتي وترتبيها بشكل معين، ليكوا الحرية. بس انا لما بكون بخيط حاجات كبيرة وبقعد وقت طويل، باخد الماكينة بتاعتي دي وباخد الحاجات اللي انا محتاجاها من العلب والمنظمات، وبقعد على السفرة بقى براحتي عشان اعرف اقص واخيط براحتي كمان. ولان الحاجات دي في منظمات فسهل ان انا اخدها معايا في اي مكان اتنقل بيها كمان. ولما بقعد هنا على الترابيزة بشيل البوكس الكبير اللي انتوا شفتوه موجود تحت ده علشان ما يبقاش عائق بالنسبة لي. انا عملت التنظيف ده مخصوص علشان مدام سهام وعلشان انتوا كمان تستفيدوا من الفيديو. ولو حابين اتكلم على ادوات الخياطة اللي انا بستخدمها واللي ضروري تكون موجودة في البيت حتى لو مش عندك ماكينة خياطة، عرفوني في التعليقات، وكمان اكتبولي لو الفيديو ده عجبكم. تحياتي ليكم، وهشوفكم ان شاء الله فيديو جديد لكليفر مامي في رعاية الله.